السلام عليكم. قبل ما اجاوبك على السؤال ده تعالى اقول لك انا عملت ايه قبل ما احضر الفيديو ده، عشان ما اطلعش شخص متحيز بسبب شغلي اللي بقاله 3 سنين في صناعة الالعاب. انا راجعت اغلب الابحاث المشهورة في الموضوع ده والتجارب اللي اتعملت سواء في اوروبا او امريكا او حتى على بعض الشباب والاطفال في الوطن العربي، واستنتجت بعض النقط المهم جدا نفهمها كأبهات او امهات او حتى اخوات كبار لاطفال لسه صغيرين. رتم الالعاب هو رتم اسرع من رتم الحياه الطبيعيه، بسبب ان دايما في تشالنجز ودايما في حاجات كتير. تخيل كده ببساطه طفل قاعد ما بيعملش اي حاجه طول اليوم غير ان هو بيتفرج على التلفزيون، وطفل تاني قاعد بيحاول يشوف الهدف بتاعه فين ويحاول يمسكه او يضربه او حتى يشوط على جون معين، او يبني قاعده عسكريه او يبني محاصيل زراعيه ومناجم ذهب زي اغلب الالعاب. كل ده وفي نفس الوقت بيحاول يتكلم في اللايف شات اللي بقت ميزه موجوده في بعض الالعاب مع واحد زميله عشان يساعده ويخططوا. بيحاول يبقى مالتي تاسكر، يعمل حاجات كتير جدا بسرعه وفي وقت قليل، في حين ان في الوقت الحالي في الحياه العاديه وما بيعملش كل ده. وبالتالي رتم الالعاب لقوا ان هو اسرع بكتير من الحياه العاديه. تاني حاجه لقوا ان طبيعه الالعاب مبنيه على حاجه اسمها الجاميفيكيشن او التقدير او التكريم، ان هو كل ما بيعمل حاجه كويسه بيتكرم. وبالتالي هو في الحياه بقى عقله منتظر ان كل ما هيعمل حاجه كويسه ان يتقال له شكرا، يتقال له برافو عليك، يتقال له شاطر، يتقال له انت كويس. وكمان انت تقدر تستغل ده، انك لما هو ما يلاقيش ده ويحبط من الحياه الطبيعيه تكلمه باللغه اللي هو بيفهمها، تقول له ان مش احنا دايما بنحاول وساعات كتير بنخسر، بس اكيد لما هنكسب هنوصل للمرحله الاصعب، المرحله الاصعب اللي هتقربنا اكبر من الجائزه الكبيره اللي فيها نجاح مبهر، ويخلي الناس كلها بدل ما كنا مستنيين تقدير من واحد او اتنين يخلي العالم كله يقدرنا على حاجه احنا فعلا عملناها مميزه. لو استنتجت ان انت محتاج تبني بيئة عمل سريعة فيها تشالنجز كتير، تحاول تخليه حياته فيها رياضة، يعني دايما يلاقوا ان الشخص المبهر او الناجح او المميز وهو اصلا جيمر هو الشخص اللي هو بيلعب جيمز كتير وفي نفس الوقت بيلعب رياضة، سواء بيروح الجيم، بيلعب باسكت، بيلعب كرة قدم، واتيفر ايه اللعبة الرياضية اللي بيلعبها، فبيبذل مجهود. مشاركتك معاه سواء في المدرسة أو في البيت كلها فيها أكشنز وحركات. ابعد الملل عن حياته. وتاني حاجة كافئه دايما وابنيه إن هو يفكر بمبدأ المكافأة والتقدير، عشان فعلا تقدر تبني طفل بعد كده يفيد البشرية ويكون حاجة مميزة في العالم. فدورك انت اللي تحدد اذا كانت الالعاب دي حاجة هتساعدك تخلي فيه شخص مميز يطلع من عيلتك، ولا تلاقيه شخص منطوي وشايف ان الحياة دي مملة جدا. فالاجابة عندك انت مش عندي انا. السلام عليكم.